دي الست اللي كانوا فاكرينها قارئة قرآن وقريبة من ربنا ومبروكة، طلعت أسوأ من الشيطان نفسه. عملت أبشع وأسوأ حاجة ممكن يعملها بني آدم في تاريخ البشرية. القصة بتبدأ لما سعود بينزل أجازة لمصر، وتحديدا سنة 2006. ساعتها بيقابل بنت جميلة في أواخر العشرينات اسمها أمنية. حصل ما بينه وبين أمنية نظرات وابتسامات، واتكلم معاها وحس ساعتها سعود إن هو قابل حب حياته. سعود طلب إن هو يتجوز أمنية، ومن غير تردد أمنية وافقت وفرحت، بس حذرته إن هي كانت متجوزة واتطلقت بسبب إن هي ما بتخلفش. سعود قال لها إن هو مؤمن بالله ومش شايف إن في حاجة مستحيلة على ربنا، وإن هو قابل يتجوزها أيا كانت هي إيه الظروف. وحصل فعلا، وسعود اتجوز أمنية وخدها وسافر بيها على السعودية. عاش هناك في حتة اسمها القريات، أو زي ما بيقولوا السعوديين الجريات، وديت منطقة في مدينة الجوف في السعودية. ساعتها أمنية كان عندها شغف كبير إن هي تخلف، فبدأت تجيب كتب وتتواصل مع شيوخ وتحاول بكل الطرق إن هي تلاقي طريقة عشان تقدر تخلف، عشان هي كانت فاهمة إن هي عقيمة. الأمور كانت ماشية بشكل عادي لغاية ما بيبدأ سعود يقع في أزمات مالية كبيرة، ويبقى مديون بفلوس لناس كتير. طرحت عليه أمنية وقتها إن هو يعرف كل الناس اللي حواليه إن هي ست بتعالج بالقرآن، وإن هي بتعرف تحل أي مشكلة، وإن هي قدرت تعالج نفسها رغم إن هي كانت عقيمة بس قدرت تخلف. وطلبت منه يجيب لها كتب وحاجات عشان تقدر تساعد بيهم الناس. بدأ سعود يساعدها في تنفيذ خطتها، لحد ما اتعرفت أمنية وسط القرية إن هي ست مبروكة وفعلا بتقدر تعالج الناس. واستمرت أمنية في الموضوع ده لحد ما لقت بنت صغيرة بتخبط على باب بيتها، وقالت لها تيجي معاها عشان تغسل مامتها عشان عاوزين يدفنوها. أمنية خدت معداتها وعلى طول راحت مع مريم، ولقت هناك خالة مريم. أمنية طلبت من مريم وخالتها إن هم يخرجوا ويسيبوها لوحدها في الأوضة عشان تعرف تشتغل. مريم أصرت إن هي تفضل جنب مامتها وهي بتتغسل، بس أمنية رفضت وقالت لهم إن هم لو ما سابوهاش في الأوضة لوحدها هي هتخرج ومش هتشتغل. فضغطت عليهم لحد ما وافقوا وسابوها في الأوضة لوحدها. بس مريم كان بيراودها الشكوك، وفضلت تبص عليها من فتحة كانت موجودة في الباب. وقعدت مريم تبص على مامتها وهي بتتغسل، بس اللي شافته مريم كان صادم ليها. في البداية أمنية قعدت تقرأ قرآن، بعدها بشوية بدأت تقول كلام مش مفهوم. بعدين طلعت من شنطتها أوراق وخيوط وحاجات غريبة، وبدأت تلفها على شكل كور وتحطها جوه الجثة. طبعا مريم اتصدمت من اللي هي شافته وفضلت مصدومة. الأول مريم حست إن ممكن يكون دي حاجات بتتعمل عادي في التغسيل، بس كل شوية كانت بتفتكر اللي هي شافته وتتأكد إن اللي حصل ده مش طبيعي. ساعتها مريم راحت وحكت لأبوها اللي حصل، وحكت له كل اللي هي شافته. أبوها شك في الأول إن هي ممكن تكون اتخيلت حاجات بسبب وفاة والدتها، لكن مريم أصرت إن اللي شافته ده حصل حقيقي. ساعتها أبو مريم راح لأحد المشايخ اللي كان بيغسل الموتى وحكى له اللي حصل، وقال له إن مريم شافت إن الست اللي بتغسل كانت بتحط حاجات جوه جسمها. الشيخ ده أكد له إن الكلام اللي حصل ده ملهوش أي علاقة بالتغسيل، وبدأ الشيخ ده بنفسه يتحرى ويحاول يفهم ايه الموضوع. لما راح لبيت سعود وأمنية لقى البيت فيه حركة غريبة عليه، في ناس داخلة وفي ناس طالعة، في أصوات غريبة ودخان بيخرج من البيت. قام راح الشيخ ده ومبلغ عنها. لما بلغ عنها طلعوا آخر جثة غسلتها أمنية، واللي لقوه في الجثة كان صادم جدا. لقوا إن أمنية كانت بتمارس السحر الأسود وبتعمل أعمال وتحطها بداخل الجثة. لما سألوها قالت إن هي كانت بتحطها إما من جوه بقه أو من مناطق تانية حساسة. هي دي الست اللي كانوا فاكرينها قارئة قرآن وقريبة من ربنا ومبروكة، طلعت أسوأ من الشيطان نفسه. مش بس بتستخدم السحر الأسود، لا وكمان بتدفنوا جوه الجثث عشان يجيبوها لتغسيل الموتى. حقيقي انا ما شفتش بني ادمه ابشع من كده. عزيزي، واجب عليا احذرك ان الناس دي بتستغل الضعف اللي عندك، بيشوفوا ايه المشاكل اللي عندك ويفهموك ان هم بس اللي معاهم حل المشكله دي، وانك انت لازم تتعاون مع الشيطان عشان تقدر تحل المشكله دي. بس المشاهد، كل اللي انت محتاجه لو عندك اي مشكله ايمان قوي بالله. اوعى تلجأ لأي طريق تاني، لأن الطرق دي بتبقى اختبار من ربنا، ولو انت رحت لأي طريق تاني غير ربنا بتفشل في حياتك كلها وفي آخرتك كمان. طبعا أمنية تم الحكم عليها بالإعدام، وطبعا في السعودية هو ما بيبقاش إعدام، بيبقى اسمه قصاص، يجيبوا سيف ويقطعوا رقبتها. لو عجبتك القصة دي اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس، واستنى قصص أقوى وأجمد بكتير. سلام.